صراحة مش عارفة هبتدي الفيديو ده ازاي لاني بجد فاجئت نفسي بيه. اهلا يا جماعة and welcome back to my YouTube channel. لو انتوا اول مرة تشوفوني فانا ايمان، بنزل محتوى عن الفاشن والهاند ميد واللايف ستايل وحاجات تانية كده كتير. لو مهتمين ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل وتعملوا لايك للفيديو ده عشان يوصل لاكتر عدد من الناس. مهم بسبب ردة فعلكم الإيجابية جدا على آخر فيديو أنا نزلته للبلوفر اللي أنا عملته، اللي هو البلوفر الأبيض ده. قررت اني ابتدي معاكم سلسلة جديدة ونعمل فيها بلوفر سوا. السلسلة دي هاخدكم من A to Z بقى لصناعة البلوفر، من اول التصميم، اختيار الخيوط، التصنيع، كل حاجة. ولان بصراحة صناعة البلوفر بتاخد وقت طويل قوي وصعب ان هي تكون في فيديو واحد، فقررت ان انا اعملها كسلسلة. كل يوم انزل لكم فيديو بالحاجة بقى اللي انا عملتها الجديدة، واعرفكم كل حاجة، الخطوات، اسعار الخيوط، كل حاجة عن صناعة البلوفر. فلو مهتمين كملوا الفيديو للاخر ويلا نبتدي الحلقة الاولى من صناعة بلوفر. جبت اللابتوب دلوقتي عشان نبتدي نعمل الريسيرش بتاعنا، نشوف ايه الحاجات اللي طالعة موضة في الالوان، ايه الحاجات اللي ممكن ناخد منها افكار انسبريشن بقى وكده من بنترست، وازاي بقى ممكن نجيب فكرة الاول، لاني عايزة حاجة في نفس الوقت ان هي تبقى بتكمل معايا، مش حاجة ان انا اعملها البسها للشتا ده وبعد كده الشتا التاني ما تبقاش موضة او ما تبقاش نافعة قوي، وفي نفس الوقت تبقى كوزي ومريحة، بتليق على كذا ستايل. فده كله اللي احنا هندور عليه دلوقتي. في افكار بجد رهيبة، ده تحفة جدا. ده كسر في الشاشة متاخدوش بالكم منه، بس عجباني قوي فكرة ان نعمل حاجة بباترن زي كده. دي برضو فكرة تانية، نفس فكرة الضفاير اللي انا كنت عاملاها في البلوفر. الافكار فظيعة، بس حاسة حاجة زي كده تبقى حلوة، ممكن ندخل عليها نشوف افكار منها تانية. واو، ده شكله تحفة قوي، والابيض في اسود ده خطير. ودي زيه، نفس الفكرة، بس التصميم أبسط شوية عن التصميم التاني. في أفكار تجنن. بصوا ده يا جماعة، تحفة، تحسوه جيرلي قوي كده. فأنا مش عارفة بقى هل نعمل حاجة فيها رسمة واحدة كده، ولا حاجة تبقى فيها باترن وبيتكرر. يعني أنا حاسة إن فكرة الرسومات فكرة خطيرة. ده برضو خطير، ده لونين مع بعض. انا احترت اصلا دلوقتي ما بين البينك وال البينك شيدز، يعني اكتر من شيد للبينك، ودرجات ابيض فازرق. الابيض فازرق برضو تحفة. ده كيوت، ده كيوت قوي بجد بجد. انا احترت، انا مش عارفة نعمل حاجة زي كده فيها رسمة في النص، يعني تبقى كلها سادة وفيها رسمة في النص، ممكن بقى نغير في الكولا والحاجات دي كلها، ولا نعمل حاجة زي اللي انا وريتها لكم في الاول. ده خطير، بس مع الأسف الخيط مش موجود في مصر. المهم كنت بقول ولا نعمل حاجة زي اللي وريتها لكم في الأول، آه اللي هي تبقى مثلا زي كده باترن وبيتكرر. ده رسمة شكلها حلو قوي، خريفي. ده شوية شبه اللي أنا عاملاه. طب جماعة، دلوقتي أنا في حيرة من أمري. هل نعمل البلوفر كله سادة بلون واحد يبقى زي كده بقى، والغرز هي اللي تبقى فيها نقوشات، ولا نعمل بلوفر برسمة؟ لأن احنا لو اخترنا ان احنا نعمل بلوفر برسمة، فده هيفرق معانا في حوار المقاس، لأن أنا لازم أخلي الرسمة مثلا تكون في النص بالظبط، فلازم أخلي عدد الغرز مناسب للباترن اللي انا هصممه. فمش عارفة بصراحة اختار ايه، انتوا اللي هتختاروا معايا بين ان احنا نعمل لا بلوفر سادة لا بلوفر برسمة. وعايزاكم برضو تختاروا معايا لونين للبلوفر، لا نختار ابيض وبينك او
بلو بينك، لان انا محتاره فعلا ما بين اللونين دول وخاطفيني جدا، حاساهم مناسبين للسنه دي. وفي برضو اللون الاخضر، هوريكم شكل الالوان كلها دلوقتي. اللون الاخضر مش عارفه برضو هل ممكن نختار اخضر ولا لا. فانا هسيب لكم الالوان هنا الشيدز بتاعتها، وهسيب لكم جنبها الايموجيز اللي انتوا هتعملوا بيها كومنت علشان تعملوا كومنت بالالوان اللي احنا المفروض نختارها. طبعا انا هعمل لكم بنترست بورد بكل الافكار اللي انا شفتها النهارده، وهحطها لكم في الديسكريبشن بوكس اللينك بتاعها، تقدروا تدخلوا عليها وتسيبوا اي فكره انتوا عايزين. كل فيديو هيترتب عليه الفيديو اللي بعده من الكومنتس بتاعتكم. يعني انا دلوقتي محتاره ما بين ان انا اعمل حاجه برسمه وحاجه من غير رسمه، فانتوا اللي هتقولوا لي في الكومنتس اعمل ايه. والفيديو الجاي هنعمل مع بعض الديزاين، سواء كان برسمه هوريكم ازاي بنحدد الغرز عشان الرسمه تيجي في النص، او كان من غير رسمه هوريكم ازاي بنحدد برضو الغرز بتاعته. بليز شاركوا معايا واكتبوا لي في الكومنت انتوا ايه اكتر حاجه عجبتكم. الفيديو الجاي اكيد هشارك معاكم كل حاجه ليها علاقه بالغرز والتصميم وكل حاجه، وكمان ممكن ننزل نشتري الخيط سوا. فاشوفكم في الحلقه الجايه، ولو عجبتكم السلسله دي متنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل عشان يوصل لكم كل حاجه جديده، واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي.